مهما يكون انت خبرتك ايه في المجال، ولكن انت جايب حتة من هنا وحتة من هنا، فمفيش ترتيب للمعلومات. فممكن في حاجات انت بتعملها اصلا لكن انت مش عارف انت عملتها ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد السعيد من كفر الشيخ. انا متابع الباشمهندس من 2019. كنت كل فترة انوي ان انا اخد الكورس وارجع اتردد تاني، واخيرا خدت الكورس، خدت الخطوه وجيت خدت الكورس. وانا بنصح اي حد مهما كانت خبرتك ان شاء الله تيجي مع الباشمهندس تستفاد وتاخد منه خبره كمان. انت من الناس اللي كنت في الكورس ده عندك خبره سابقه قبل كده، وانا كنت بلاحظ انك انت طول ما انا قاعد بتكلم وبشرح بلاقي كده ايه، في نظره اللي هو انبساط، انشكاح كده على وشك، ان المعلومه اتاكدت او المعلومه كانت ناقصه وكملت. ايوه تمام، لان طبعا هو الواحد بيبقى عنده معلومات لكن عشان ما فيش ليها ترتيب، فممكن هو في معلومه عنده لكن بتبقى ناقصه حته، فانا خدت الحته اللي كملت لي المعلومه. مهما يكون انت خبرتك ايه في المجال، ولكن انت جايب حته من هنا وحته من هنا، فمفيش ترتيب للمعلومات. فممكن في حاجات انت بتعملها اصلا لكن انت مش عارف انت عملتها ليه. لكن طبعا الكورس بيرتب لك، عندك خطوة 1 2 3، بقت المعلومة عندك بطريقة علمية، مش معلومة انت تلقيتها في فيديو او حاجة وخلاص. واي حد طبعا بيجي يقول مثلا والله انا لا ده انا عندي يعني انا عندي كم معلومات 90%، فهو اصلا ده ما عندوش 40%، ما عندوش 30% حتى، ما عندوش 40% او 30%. كل ما الواحد بيوصل في العلم المستوى اعلى هو بيحس ان هو ما عندوش حاجة، ما يعرفش حاجة. في ناس بيبقى عندها تخوف ان الباشمهندس يكون الكورس بتاعه يخص الايفون بس. لا، هو الباشمهندس الشرح بتاعه يخص ايفون واندرويد، هو بيشرح الكترونيات، فهو ما بيفرقش بين ايفون واندرويد. فاذا كان انت مجالك او منطقتك شغلها اندرويد هتستفاد، ايفون هتستفاد، لان مفيش فرق بينهم الاثنين. وده طبعا اللي اكتشفناه في الدوائر والمكونات والعناصر اللي على البورد.